بأدوات فلاحته البسيطة يصل هذا المواطن إلى أرضه ليس لفلاحتها فقط، بل ليحدثنا عن خيرات الأرض وموروث بات منسيا. أيوب سرور من بلدة نعلين سيعد طعام البدودية على الطريقة القديمة والتي ورثها عن أجداده بعد أن نسيها جيله كما قال. والبداية هي قطف ثمار الزيتون في هذا الوقت من السنة وجمعها في إناء، ومن ثم وضعها على النار لعدة دقائق حتى يخرج الماء من داخلها، لتبدأ بذلك أولى خطوات عملية إعداد البدودية التي شاركه في تحضيرها أصحابه من البلدة. مشان الزيتون هذا كاسي، هلكة النار بتخليه شو طري، عشان لما ندردسه ما يغلبناش، يبقى طري معنا والزيت ما يظلش في الحب. وفور ذلك تنقل ثمار الزيتون إلى مكان مخصص فوق تلك الصخور المنحوتة لدكها بصخرة متوسطة الحجم وطحن نواة الثمار الصلبة. هاي العملية الثانية الآن بدنا ندردس الحب مشان يصفر عصره بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك توضع وسطها حجار صغيرة ثم حرقها حتى أصبحت حرارتها عالية، والهدف طرد مرارة المذاق. حجار حمصناهن في النار بدنا نحطهن على الدريس عشان يمتصين المي اللي في الدريس. الآن الخطوة الأخيرة، وعقب حرقها ودكها توضع في كيس تعلوه أحجار كبيرة ليبدأ الزيت بالانسياب والتجمع. كيت نحط الحجر هذا على هذول عشان الزيت يدور ينزل. هذا بده ثقل، شايف كيف الزيت نزل. نرد نحط عليه بده ثقل هذا. يا الله بسم الله بده ثقل. شايف يا كرامتي، شايف صلاة النبي. شايف. أصبحت البدودية جاهزة الآن، والتي لا تؤكل إلا مع قطوف من العنب والجبن والعدس. هذه ورثناها عن الجدود وعن أبوتنا وعن أهالينا من زمان، فهلكيت الجيل الجديد هذا بيعرفهاش، يعني بتقول للناس بدودية بيعرفش شو بدودية. فهذه البدودية زيت طبيعي 100%، هذا بزيح كل الأمراض. ويرى المواطنون في هذا الطعام استرجاع موروث ومناسبة للتجمع على طبق صحي في أرضهم وأحضان الطبيعة القروية. من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.